طبعا سولف لي سالفه احد اخواني وابناء عمومتي ميسان العماره عبد علي الدراجي العبيداوي وابو سجاد، تحياتنا اليه. يقول انا بالباب واقف بباب المحل، محله بصف بيته. يقول وجا زلمه بالصيف يبيع موطه بس الزلمه يبين عليه يعني تعبان، الوقت لاتشه، ولد متوسط. يقول قلت له تفضل دنيا الظهر، قلت له وقت الصلاه وغدا. قال لا، قلت له لا تطب. يقول شلبت بيه صدق، طب للبيت. يقول من طب للبيت صلى وغسل وتغدى وتناشدت وياه، بعد من عادات العرب اللي يطب عليه خطار تناشد وياه وتعرف منين وشنو سالفته. قال لي انا من احدى محافظات العراق، يعني مو من العماره. نعم. قلت له ايش عجب يعني انت تبيع موطه وبيع خوب محافظتك، انت قاطع للعماره ومسافه بعيده، يعني المسافه اللي وصفها بال 200 كيلو. قال له والله انا ابن حموله، ابوي رئيس عرب واريد اشتغل، انا اريد ما اريد لا امد ايدي ولا اطلب لي من احد. ضعب الوقت. ضعب الوقت. وما اريد اوعر وجه العرب وزحمه عليه واستحي غاد، استحي يعني. هي مو معيب الشغل، بس مع الاسف مجتمعنا يقول لك هذا ابن الشيخ جاي صح يشتغل او يبيع موطه او يشتغل بكذا شغله مهنه. هاي القبليات ماكو. نعم. فوالله يقول تأذيت عليه. المهم يقول تناشدنا وتغدينا ومن هالحكي هذا. يقول انا بعد من عرفت عربه بن حموله يقول قلت بديت اسولف وياه، قلت له ما دام هيك الحكي فانا اقول لك انا اخوك هنا لك بالديره، وش تحتاج تمر علي والنعم وبخدمتك، ولكن اريد منك طلب. انا يقول قال لي يقول شلت له مبلغ من المال وخليته بيده. اي قلت له هاي كروتك ووصيك ظل على هالمسره، ومثل ما يقول الدارم الموروث خل روحك بعز دوم، بالك تخف بيك، حتى اللي يقول لك ها قل له انا اعطيك. الله. فيقول ايش قال هو من هيك، يقول كظ المبلغ الفلوس بيدي، يقول رد فك ايدي وخلاها بيدي. قال لي كلش عزيزه الروح ما ترخص بيوم، بس جد ما خف عليك شي طيب علوم. الله. عيشت انت ياخذ فلوس، يقول ما اخذ، مستحيل. قال له عزوبيتك وكرمك كافي. الله. انا لو اريد اخذ اخذت بديرتي وما اجيت اشتغل. ابو عزة نفس.